السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد وهو السكشن فيو. السكشن فيو ده احنا بنستخدمه كتير وبنحتاجه كتير ان انا بعوز اعمل سكاشن كتيرة توضح الارتفاعات وطبقات العناصر والعلاقة بين العناصر. هو مشهد بيقطع المبنى قطع رأسي او قطع مائل عشان يوضح الحاجات دي، العلاقة بين الكاميرات والأعمدة والبلاطات وكده. نستخدمه بقى في الإظهار الإنشائي والمعماري واللوحات التنفيذية، في المراجعة أو كشف عن أخطاء. طب إزاي بعمله؟ بروح ألاقي في إما فيو، ألاقي في حاجة اسمها سيكشن هنا، create section view. زي ما احنا شايفين في بلان هو قاطع فيه كده. وبعد كده البلان ده بيوريني الحاجة اللي هو قطعها، اللي على اليمين ديت هو شايف فيها كده. خلينا نجرب ازاي. وفي برضه في كويك اكسس تول بار ممكن الاقي الايقونة ديت وبعمل منها السكشن يعني. فانا مثلا ممكن اقطع السكشن من هنا، اضغط الضغطة وبعدين الضغطة التانية، الاقي السكشن اتعمل، والاقي الكروب ريجون بتاعته لغاية فوق كده، وبعد كده انا بقى اتحكم فيها. ديت غرضها ان انا اتحكم هو الحدود اللي المساحة الظاهرة هتبقى ايه. فهو دلوقتي شايف الحاجات ديت، كل الاليمنتس دي، الكاميرات دي، الحوائط دي، او الكاميرات دي كمان، والكاميرات دي كمان. فانا ممكن لو مش عاوز يشوف الحاجات الكاميرات ديت انزل لغاية هنا، عاوز يشوفها اكبر لغاية هنا. يعني دلوقتي خليته يبص لغاية هنا. فلو جيت فتحت السكشن، بفتح السكشن من خلال ان انا بضغط ضغطتين على الراس فيروح فاتح السكشن، او من خلال ان انا بضغط سيلكت على السكشن، رايت كليك جو تو فيو فيروح فاتح السكشن، او ان هو اسمه اعمل سيلكت على السكشن واروح في البروبرتيز الاقي اسمه سكشن 19، فاروح على البروجكت براوزر وافتح سكشن 19 فيروح فاتح لي السكشن. تمام، احنا كنا بنتكلم في الحاجة اللي هو بيشوفها. هو دلوقتي شايف الكاميرات ديت اللي هي ب15 250 في 750، الكاميرات دي والأعمدة دي والحاجات دي بس، مش شايف اللي ورا. اهي أنا دلوقتي في ليفل 11، هو شايف الكاميرات دي. تمام. آه طيب، أنا دلوقتي عاوز أشوف الحاجات اللي ورا، فهكبر الريجن ديت، فهيروح شايف الكاميرات ديت والأعمدة دي. فلو رحت على السكشن هلاقي جاب الكاميرات اللي ورا، اللي هي اللي هي دي، أو عملت عليها سيلكت اهي، اللي هي ديت 300 في 1500. هو شافها عشان أنا كبرت الريجن دي فجبتها معايا في السكشن. فلو رحت على السكشن هلاقي ظهرها معايا عشان هي وراها، ورا البي 250 في 750. دي الفكرة يعني في إن إزاي بتحكم في الحاجات اللي أشوفها والمدى بتاعها قد إيه. طيب، في إيه تاني؟ وممكن برضو لو أنا عاوز أتحكم السكشن نشوف عند حاجات معينة من هنا، عاوز أشوف الليفل 11 بس مثلا، فأتحكم كده، أعمل دراج لل لل الهاي كليب ديت أو الريجن دي، خليها لغاية هنا بس، من اليمين والشمال أو كده يعني. وممكن أعمل كده لو عايز أظهر جزئية معينة بس من خلال الطريقة دي. طيب تمام. في ايه تاني؟ في هلاقي هنا في السكشن القديم ده، ده يعني اللي فوق ديت بتبقى مكتوب هنا
الديتيل نمبر والشيت نمبر، لان الشيت ده السكشن ده محطوط في شيت، فهو بيبقى ريفرنس ان السكشن ده بيقول لي هتلاقيه محطوط في شيت 14 والديتيل نمبر بتاع السكشن 1. طب خلينا نفتح الشيت ده اللي هو شيت 14 ده، ونسحب سكشن 19 اللي احنا لسه عاملينه نحطه في الشيت، فلاقي الديتيل نمبر بتاعه 3 وهو محطوط في الشيت 14. اروح ابص على السكشن الاقي الديتيل نمبر 3 ومحطوط في سكشن 14، فيبقى الريفرنس ليا ان انا شايفه على البلان، فعاوز اشوفه في انهي شيت. اروح رايح على الشيت 14 والديتيل نمبر بتاعه 3. تمام. في ايه تاني؟ لو عملت سيلكت على السكشن هلاقي في حاجة هنا سهمين طالع ونازل، ده بيعمل فليب للسكشن، يخليه بدل ما يبص لفوق يبص لتحت، او خليه بدل ما يبص لتحت يبص لفوق، تعمل فليب للسكشن. طيب في ايه تاني ممكن؟ ديت سايكل، ديت لو ضغطت عليها تخلي الراس بتاع السكشن الناحية التانية، او الناحية، او ضغطت عليها تاني تعمل على الناحية ايه دي. آه، في ايه تاني؟ في برضو السيجمنت، انت ممكن تضغط على ده السيجمنت وتتحكم فيها، تخليها تيجي هنا او كده هنا تتحكم فيها، ضغطت عليها تاني هيروح مجمعها تاني. تمام. في ايه تاني؟ ممكن لما اجي اعمل سيكشن جديد وعندي حاجة مشابهة للسيكشن، يعني عندي سيكشن اللي هو 19 ده، هقطع حاجة دلوقتي مثلا وفيها نفس الحاجة مشابهة يعني أنا السيكشن ده هيبقى مشابه، يعني شبه السيكشن 19 ده بالظبط، فأنا مش كل شوية أعمل سيكشن، فعاوز يبقى بنفس الاسم ونفس الديتيل نمبر ويبقى نفس كل حاجة. فأروح عامل سيكشن جديد ولا في حاجة reference other view، وأقول له سيكشن 19 اللي محطوط في شيت الديتيل نمبر بتاعته 3 ومحطوط في شيت 14 هو هي الحاجة دي، يعني هو ده اللي هيشوفه ده هو اللي هيشوفه ده، فلاقيه يعملهولي نفس النمبر في الشيت 14. ولو رحت عليه وعملت جو تو فيو هيروح مودينا على سيكشن 19. او ممكن استخدمها برضو في ان انا لو عندي درافتنج فيو، نفس النظام ان انا هعمل درافتنج فيو، هنبقى نتكلم في موضوع درافتنج فيو، واقول له ودي لما تيجي تفتح السكشن ده وديه على الدرافتنج فيو معينة، فيوريه تفصيلة معينة عاوزه يشوفها. أم، في حاجة تانية ممكن نتكلم فيها؟ بس كده يعني يعتبر غطينا الموضوع، وأظن الموضوع سهل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.